هل كل الروايات من وحي خيال المؤلف يا صديقي؟ ما ظنش. أحياناً القصص الخيالية والأساطير بتكون مستوحاة من التاريخ نفسه اللي أشبه برضه بالأساطير. المرة دي هنبتدي باسم الرواية فقط، بئر الوطويط. هل ده مكان من وحي خيال المؤلف ولا مكان موجود بالفعل؟ وتتولى تنفيذها 6 أريان الطليانية أم بيدرو، القاطنة بالدور التحتاني، غرفة نمرة 4. الفرق بين الواقع ووحي خيال المؤلف يا صديقي إن في الروايات ممكن تلاقي قاتل متسلسل بيقتل مجموعة من الأشخاص، لكن في الواقع ممكن تلاقي تاريخ قاتل متسلسل بيمحي تاريخ دولة كاملة. والسر هنا هيبتدي معانا منين؟ من حارة البزابيز. وعلشان نعرف قصة التاريخ على حقيقتها هنطلع على حي السيدة زينب، حي الأساطير بالكامل. ومش هحكي لك كمان عن أساطير جاير أندرسون اللي كتبها في كتابه 13 أسطورة عن البيت العتيق، البيت اللي هو اشتراه، بيت الكريتلية. ولا هحكي لك يا صديقي عن سر الفتاة اللي كانت السبب إن الضابط جاير أندرسون يشتري بيت سليمان الكريتلي، واللي كانت عبارة عن فتاة جميلة. لما اقترب جاير أندرسون من البيت أشارت إليه فتاة من داخل صحن الحارة بوشاح أحمر قائلة: تعالى يا خواجة من هنا. الضابط جاير أندرسون ما كدبش خبر ومشي ورا الفتاة الجميلة، لكن مجرد ما دخل الصحن اختفت الفتاة، واللي بسببها اشترى البيت الجميل ده اللي سمي بعد ذلك بمتحف جاير أندرسون أو بيت الكريتلية. لكن احنا رايحين على مسجد أحمد بيك كوهيا الموجود في حارة البزابيز، الموجودة في درب سنجر جنب بير الوطويط. درب سنجر سمي قديما بعاطفة البزابيز. يكاد يكون الاسم فكاهي ليك شوية، لكن دي كانت مهنة قديمة وهي مهنة البزازين، حاجة كده أشبه بالنسيج. وما زال المسمى موجود إلى يومنا هذا في سجل الآثار، الشارع المقابل لمسجد أحمد بن طولون، وعلى أوله مسجد أحمد بيك كوهيا، واللي فيه كمان حارة بير الوطويط بناها الناس والعوام فوق بئر الوطويط، البئر اللي أنشأه الوزير أبو الفضل جعفر ابن الفرات علشان ينقل منه المياه لل7 سوائي اللي أنشأها بخط الحمراء القصوى. ومع مرور الزمن خربت السوائي والناس بنوا فوقه بير اللي كثرت فيه الوطويط، وسماه الناس ببير الوطويط أو بير الست وطواطة. لكن ليه بقول لك الكلام ده كله؟ وهل فعلا احنا رايحين مسجد أحمد بيك كوهيا اللي كان مكانه أصل؟ لا يا صديقي، هسيب الموضوع ده للبلوجر المحترمين اللي بيتكلموا عن التاريخ، لكن احنا هنتكلم عن شيء أكبر من المسجد، عن حارة البزابيز نفسها اللي أثبتت إن كان هنا تاريخ كبير جدا واتمحى، هو تاريخ الدولة الطولونية وقصورها العظيمة الفارهة اللي أشبه بقصور ألف ليلة وليلة. احنا هنا مش في حارات وعطوف وضروب ومناطق شعبية، احنا هنا في جاردن سيتي، مدينة القطائع اللي محاها العباسيين بالكامل عندا وحقدا على الدولة الطولونية وعلى أحمد بن طولون أحد سلاطين مصر العظام. وخد التقيلة كمان يا صديقي، شايف قلعة صلاح الدين الجميلة الجبارة اللي باقي على وضعها إلى يومنا هذا؟ دي كان مكانها قصر أحمد بن طولون الرئيسي والأساسي والعظيم. لكن يبقى السؤال هنا، هل تم هدم قصر أحمد بن طولون الأساسي وأيقونة مدينة القطائع، نعتبرها كده العاصمة الإدارية قديما، هل تم هدمه عنوة زي ما تم محو تاريخ مدينته بالكامل، ولا هدم بفضل عوامل الزمن علشان بعد كده يبنى مكانها قلعة صلاح الدين؟ طب إيه دليلك على الكلام ده كله يا سيد بوبوش؟ عظيم سؤالك يا صديقي. احنا هنا هنتكلم عن هدم مدينة كاملة، وهقول لك بعض الأدلة اللي التاريخ نفسه ما قدرش يوثقها لنا للأسف بسبب محمد ابن سليمان الكاتب، اللي أخذ أمر من الخليفة المكتفي بالله بقرار بمحو كل آثار الدولة الطولونية بالكامل. لكن في نفس الوقت تاريخ ما قدم لناش أدلة نفي على الكلام ده.